جدل واسع في الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية بعد قرار مغربي، إذ أقدمت الرباط على إغلاق المعبرين التجاريين بين مدينتي أو مع مدينتي سبتة وميليليا دون تقديم بيان رسمي يوضح الخلفيات، غير أن توقيت الخطوة وتزامنها مع تحركات سياسية حساسة داخل إسبانيا أعاد إلى الأذهان فصولا من الأزمات السابقة بين البلدين. بشكل مفاجئ إذن أغلق المغرب مكتبي الجمارك التجاريين مع مدينتي سبتة وميليليا، إذ تلقت إسبانيا إشعارا بالإغلاق عبر رسالة إلكترونية فقط، ما أثار تساؤلات بشأن أهداف القرار الحقيقية وتوقيته. ورجحت وسائل إعلام إسبانية أن الإغلاق جاء ردا على استضافة الحزب الشعبي الإسباني الذي يدير سبتة وميليليا لممثل عن جبهة البوليساريو من أجل حضور مؤتمر الحزب، في خطوة اعتبرها مراقبون استفزازا مباشرا للمغرب وتراجعا عن موقف الحكومة الداعم لمبادرة الحكم